لو ما عملتيش المحشي بتاعك بالتحابيش دي يبقى ما اكلتيش محشي. ايوه، ما اكلتيش محشي. ولا بقى لون الخلطة السر في ايه يا اسماء؟ تعالوا بقى اقول لكم النهارده اسرار المحشي بتاعي كله في فيديو كده، حبيت اختصره ليكم. بصوا بقى، اول حاجة انا سلقت الكرنبة، لازم تكون يعني بتطبل كده زي ما بيقولوا، بتبقى ورقها خفيف وبتبقى ورقها رقيق. تمام. المية في قلبها كمون وملح. هسلقها بقى زي الفل كده، وكالعادة يا سادة نور ونفرش كده مطبخ. الورق على صينية كده كبيرة بحيث يتهوي، عشان لو حطيتيه فوق بعضه هيتهري. خلاص كده خلاويص خلصنا. نمسك بقى كده الورق بتاعنا، نقطعه كده ونكففه. بشيل الجزء اللي هو العروق اللي في النص دي، والفه كده رول، واقطعه بقى على حسب يعني نوع بقى التقطيع اللي انت بتحبيها، سواء صباع صغير وسط كبير براحتك. انا دايما احب اعمل المحشي بتاعي كده، يعني لو صغير قوي ولا وسط، يعني ما بين الاتنين. خلاص كده، تعالوا بس نعمل حبة الخلطة واقعد بقى مع نفسي اكمل الورق. في الحلة بقى اللي هنعمل فيها الخلطة معايا شوية سمنة بلدي على شوية زيت، وننزل بقى بهارات المحشي: فلفل اسمر، كزبرة ناشفة، بابريكا، شطة، طبعا كمون ده اساسي. نديله تقليبة كده في السمنة والزيت، وبعد كده انزل بالبصل، كمية بصل حلوة مع كام قرن بقى فلفل حامي، بيخلي بقى الخلطة كده في حتة تانية. البصل بالفلفل الحامي يدبل بسيط، ننزل بقى بعصير الطماطم، وكمان معلقتين كبار من صلصة معجون الطماطم، وننزل بقى بالملح بتاعنا او الدقة. انا عاملة نظام دقة كده، او زي ما بتسموها الملح المبهر، معلقة كبيرة، ومعلقة سكر صغيرة علشان حموضة الطماطم. هغطي بقى الحلة تتسبك كده على نار وسط، نكون غسلنا الرز بتاعنا. خلاص كده اتسبكت حلوة قوي، هاخد بس كده قيمة كبشتين. بصوا تعرفوا ان هي اتسبكت كويس جدا، الزيت او المادة الدهنية تفصل كده فوق. نشوح بقى الرز كده شوية على النار، تشويحة كمان كده خفيفة واطفي النار. خلاص كده زي الفل. شايفين بقى لون الخلطة يا ولاد ولا الريحة تجنن؟ تعالوا بقى اقول لكم على السر ايه بقى بتاع ستي الله يرحمها. بصلتين كده حلوين وسط، او واحدة كبيرة مخرطاها على ايدي ناعم بالشكل ده. هنزل عليها بهارات محشي، فلفل اسمر وكزبرة ورشة ملح، وادعكهم بايدي مش بالمعلقة، بايدي كده افضل ادعك كده او افرك البصل بشوية البهارات ورشة الملح او الدقة، بس كده. نرميهم بقى على الخلطة، ومخرطة الخضرة عبارة عن شبت وكزبرة فقط، تخريط ناعم كده يا ولاد رفيع. قلب بقى كده، نقلب قلب قلب، يا سلام بقى على الريحة، عايزة اقول لكم ريحة الخلطة قمر. يلا بقى نحشي. بالنسبة بقى في قاع الحلة كده، عايزة تحطي العروق اللي طالعة من الكرنب، تمام. عايزة بقى تخرطي كده حلقات بصل على حلقات طماطم على حلقات جزر، براحتك. انا ما كانش عندي خضار اصلا. حطيت العروق كده بتاعة الكرنب. دايما اول رصة من تحت لازم نحط الاخضر بتاع الكرنب، عشان بيقولوا بيستحمل زي ما امنا عودتنا يعني. تمام، اول رصة كده من تحت بحط الاخضر. خلاويص خلصت كده يا ولاد. نحط بقى الابيض بقى والملون الجميل بتاعنا على الوش بتاع الحلة. بصوا انا مش بعصره، في ناس بيقولوا انت بتعصري المحشي يا اسماء، لا بصوا، تكايه بسيطة جدا. قيمة بس ان انا ابرم الصباع بحيث يبقى متماسك لما اجي يستوي، او احط له الشوربة يبقى متماسك، مفيش رزاية واحدة بس تخرج بره. وطبعا عارفين المحشي بتاع اسماء عامل ازاي. خلاويص كده بقى خلص. عندك بقى قرن فلفل، تمام، قرنين شطة كده تحطيهم على وش الحلة، يدي ريحة كده جميلة للمحشي. معايا بقى الشوربة بتاعتي دسمة كده وجميلة، حط بقى عليها شوية من التسبيكة بتاعة المحشي، تديها بقى ريحة زي العسل. اسقي بقى المحشي وسيبي أول سطرين من فوق، ما يطلهمش الشوربة، أول سطرين. نغطيهم بقى كده بمثلا طبق زي كده. تعالوا بقى أوريكم حاجة حلوة يا ولاد. بصوا بقى
كتير قوي بيسالوني لبسك منين يا اسماء؟ انا والله مش من مكان معين، لا، ما بيعجبني حاجه بجيبها، سواء اونلاين او مكان اروحه. تمام. ده كده كوخ كده بالطو شيك قوي 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 في اللبس، يجنن. وبحزام تقدري تفكيه تسيبيه كده براحتك. شايفين الجمال؟ القماشه بتاعته حلوه قوي. وده كمان دريس كده برضو قطيفه، تقفليه او تفتحيه بزراير، شيك جدا في اللبس. عايزه اقول لك يا بنات قماشته تجنن. ده تفصيل على فكره يا بنات. عندكم الجروب سايبهولكوا في صندوق الوصف، وكمان هثبته في اول التعليقات. ادخلوا بقى على البيج بتاعها، والجروب في قلبه حاجات حلوه قوي. جروب او بيج فاطمه الزهراء يا بنات، هي اللي بتفصل الحاجه دي واي ستايل انت حباه. شوفوا الصفحه بتاعتها، حاجات حلوه قوي هتعجبكم باذن الله. هنا بقى خلاص المحشي بتاعي استوى. شامين الريحه يا ولاد؟ قولوا شامين. معلقه سمنه بلدي كده حلوه، بقري بقى او جاموسي اي حاجه، اهم حاجه تكون سمنه وخلاص. هنا خلاص بيتشرب، هطفي بقى عليه النار. بصوا الفيديو ده والله العظيم من اسبوع او 10 ايام كمان. عايزه اقول لكم ان انا جعت وانا يعني بمنتج معاكم الفيديو. اللحظه بقى اللي كلنا بنحبها، اللي هو قلب المحشي بقى، نيجي نقلبه كده والدخانه بقى كده والاجواء الشتويه. عايزه اقول لكم شويه محشي والله العظيم سكر سكر. اعملي بس شوية الخطوات اللي عملتها دي، هتفرق جدا جدا معاكي. كنت عاملة شوية بانيه، شوية بسلة كده باللحمة كده على بعضها ميكس. بس اللي يهمني دلوقتي انا عملكم فيديو مخصوص للمحشي. والمناسبة يا ولاد انا عملت لكم كده ابلكيشن، حملوه في اول التعليقات، في جميع وصفاتي بدون نت، يعني مش معاكي باقة او نت، تقدري تفتحيه وتتفرجي عليا في اي وقت. ورز اللهم بارك مفلفل كده معايا جوه، ولون الخلطة حلو قوي. جربوا بس التحبيشة دي هتعجبكم جدا، هيفرق جدا جدا معاكم. سايبالكم الجروب بتاع فاطمة الزهراء في اول التعليق. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن.